في البارت ده هنتكلم على الانكابسوليشن. يعني ايه انكابسوليشن؟ يعني انا بقدر ان انا احمي الداتا بتاعتي بحيث ان اكتر طريقه ما تخليش ان ممكن حد يسرقها، ممكن حد ان هو يهكرها، ممكن حد يشوف الداتا ديت بمنتهى السهوله. فبيبقى عندي رولز معينه بقدر ان انا اتحكم في الكود بتاعي من غير ما يبقى بضر الداتا بتاعتي. مثال مثلا ان انا دلوقتي عندي البنك. هل البنك ينفع الرصيد بتاعك يكون متاح لاي حد ممكن يدخل ويكتب الداتا بتاعتك فيقدر ان هو يسرقها، او ان هو يقدر بمنتهى البساطة يقدر ان هو يشوف الاكاونت بتاعك؟ اكيد لا. فبالتالي انا بحتاج ان انا اعمل الكود بسكيورتي معينة، برولز معينة تحمي البيانات بتاعتك. مثلا لو احنا عندنا الكود، مثلا انت عندك الداتا، اقدر ان اي حد يدخل على الكود ويعدل الرصيد اللي موجود عندك فيه. فبالتالي دوت مش هينفع. فاحنا بنعمل ايه؟ بحاول ان انا احمي الكود بتاعك بحيث ان ما ينفعش حد يكتب داتا مختلفة، ما ينفعش حد يغير في الداتا بتاعتك. فالخلاصة بتاعت الانكابسوليشن ان انا احمي ازاي الداتا بتاعتي من غير ما هي تتسرق، وفي نفس الوقت ان انا يكون الداتا دي مكتوبة بارقام صحيحة محدش يقدر ان هو يعدل عليها. طيب ناخد مثال على كده بالكود. ايه او ايه الفرق ما بينهم؟ لو جينا عملنا كلاس عادي، لما احنا نيجي نعمل كلاس فهنقول مثلا على مثال البنك، فيبقى انا عندي دلوقتي البنك مثلا اكاونت بتاعي. فالبنك اكاونت بتاعي هو هيكون عنده، خلينا في مثلا البالانس بتاعه. حلو، ده الفلوس اللي المفروض موجودة عندك. لو انا جيت وعملت كده هوت tell me البالانس، مظبوط. دوت لو انا جيت عملت الكود دوت لو انا جيت عملت الكود اللي انا عايز اعرف فين المشكلة، عشان احب ان انا او اعوز ان انا اعمل اصلا انكابسوليشن. طيب علشان اقدر ان انا احل حاجة زي كده هوت محتاجة افهم فين المشكلة. لو جيت شفت اكاونت مثلا وقلت ان انت دلوقتي هتنادي على الكلاس بتاعك، ومن الكلاس بتاعك اديته مثلا هو معاه 1000. حلو، وقلت له تعالى انا ينفع اجي اهوت واقول له البالانس بتاعك. حلو، ان انا هغيره او انا اخليك ان هو كام البالانس بتاعه، اروح قايله له ان هو دلوقتي بقى مثلا سالب 5000. بقى دلوقتي عملت له وغيرته بقى بسالب سالب 5000. لو جيت ان هو بقى بسالب 5000، يعني معناها ان انا ينفع اغير في القيمه اللي انا المفروض مدخل عليها؟ اه طبعا. يعني دي معناها ان انا ما حميتش الداتا بتاعتي، دي كده معناها ان انا ما قدرتش ان انا احافظ على الداتا بتاعتي. طيب ازاي ممكن احافظ على الداتا بتاعتي؟ يعني معناها ان انا عايز اعمل حاجه برايفت، يعني ان انا محتاج رولز معينه علشان تحفظ لي القيمه اللي المفروض ان انا هدخلها هنا. لو هنيجي نعمل كلاس، خليها يعني، او خلينا لحد نهوت، هاجي نهوت هاجي واقول انا دلوقتي البالانس بتاعي اللي هو القيمه بتاعه البنك بتاعتي انا عايزها تكون برايفت. انا مش عايز اي حد يجي ان هو يكتب بس الاكونت بتاعي ويعمل عليه اوفر رايت عادي جدا ويقدر ان هو يدخل الاكونت او يدخل اي حاجه ان هو عايز يعملها. ديت ازاي ممكن اعمله برايفت؟ وقتها هاجي واقول له كده هوت ان انت هتيجي تعملي سيلف. حلو، سيلف لايه؟ سيلف للبالانس ده. جميل، زي ما عملنا هنا بالظبط خالص. حلو، ما فيهاش اي حاجه. وقلت له ساعتها ان هو ايكوال للبالانس، بس هزود له حاجه صغيره بس ان هي بحيث ان هو يتعمل برايفت من غير ما يكون حد تاني هيشوف. ايه الحاجه الصغيره ديت؟ اللي هو دبل اندرسكور. دبل اندرسكور ديت هتيجي تقول لي ايه؟ تيجي تقول لي ان انا دلوقتي كقيمه انا ان هو بقيت برايفت. يعني لو جيت ان هو شفت هقول له والله لا ده انا ان هو برايفت، فمش هينفع ان انا حد يشوف. طيب جميل جدا. غرضنا ان احنا نعمل فانكشن بحيث ان الفانكشن ديت اقدر ان انا اجيب الاماونت بتاعي او ان انا اشوف البالانس بتاعي دلوقتي بقى فيه قد ايه. ممكن اعمل حركه زي دي ازاي؟ انا ساعتها ان هو يبقى عندي فانكشن، الفانكشن ديت مثلا للديبوزيت بتاعتي.
ومن الديبوزيت بتاعتي هنا هو يبقى انا عندي 12 للاماونت، ومن الاماونت هنا هو اقول له مثلا لو الاماونت بتاعي يكون اكبر من الصفر، وقتها اعرف انك انت هنا هو 12 لدوت القيمة بتاعتي اللي هو المفروض البالانس بتاع القيمة بتاعتي هنا هو هيكون مالها، بنزود مثلا عليها هنا هو الاماونت. حلو، جميل. طيب لو هنعمل فانكشن تانية نضيف مثلا ان انت تجيت البالانس بتاعك يعني هيت الداتا بس. طيب ايه اللي هتعمله؟ ريتيرن بقى عادي، ومن الريتيرن هوت رجع لي ايه اللي بقى دلوقتي موجود في الحساب بتاعي. جميل، ديت بالنسبة لي الكلاس بتاعي او البرنامج بتاعي اللي يقدر ان هو يجيب الاماونت بتاعي من غير ما يكون في عندي مشكلة. فبقت الطريقة الوحيدة اللي انا اقدر ان انا اعدل على الرصيد بتاعي بان انا اعمل له ساعتها الديبوزيت بتاعي هو قد ايه. وبقت الطريقة الوحيدة ان انا دلوقتي اقرأ الرصيد بتاعي من غير ما يكون في حد اقرأه ويعمل لي عليه اوفر رايت ولا يعمل لي عليه مشكلة في ان انا اجيب البالانس بتاعي او اجيب الرصيد اللي كان موجود هنا اهو. طيب انا ازاي بقى ممكن استخدم حاجة زي كده؟ عادي، نفس الفكرة، هقول له account بتاعك وهات القيمة بتاعتك هنا اهوت، وقلت له مثلا ان هو معاه 1000. جميل، لو جيت ورحت قلت له من الاكونت بتاعك دوت الديبوزيت مثلا 400. حلو، وقلت له ان انت دلوقتي بقى معايا قد ايه، ادي من الاكونت فبقى معايا 1400. حلو، اقدر ان انا ازود، اقدر ان انا انقص، اقدر ان انا اشيل منهم. يعني انا لو جيت ان هو عادي، مثال تاني، لو انا عايز اعمل مثلا حاجة معينة تتحكم في الداتا وجوه الكود نفسه، بمعنى لو احنا هنعمل سيستم للطلبة، والطلبة دول بالنسبة لي انا دلوقتي عايز اعرف ادي فانكشن عادية جدا مثلا def init كده. حل، ومنها هيكون سيلف للجريد. عايز لما ادي الستودنت، اي ستودنت ينفع ان هو يدي ويحط ساعتها الجريد بتاعه ديت الشكل الطبيعي او الشكل اللي ظاهر قدام الناس اللي هو ينفع يديله القيمه دي. بس انا اقول له لا، انت عندك جواك فانكشن بتعمل اوفر رايت على القيمه اللي موجوده عندك هنا اهوت، فانا بتحكم دلوقتي في انهي قيمه انا ممكن اخدها. بمعنى انا كده ممكن اجي اعمل ان هو سيلف للجريد بتاعي حتى لو عملت له ان هو برايفت. حل، وجيت وقلت لك انا دلوقتي عايز من الداتا ديت اللي هتدخل عندي، الداتا اللي المفروض تدخل عندي لو احنا هنتكلم على جريد فده معناه ان هو مثلا ما بين الصفر لحد 100. فهو لو هيحط جريد معين فهيكون بالنسبة لي سيل للجريد، ده كده معناها ان ده هيتعمل اوفر رايت على ده. طيب انا ممكن اعمل الحركة ديت ازاي؟ فانكشن بقى بسيطة. لو بالنسبة لك القيمة اللي المفروض داخله لك ان هو equal او بتساوي القيمة بتاعة 100، علشان يكون الجريد بتاعي ما بين الصفر وما بين 100. لو دوت حصل السيلف بالنسبة لي كده هوت هي protect عادي، نحميها تمام. لو ما حصلش فانت اطبع مثلا، هيطبع بالنسبة له كده هوت error. حل، لو جينا عملنا ان هو فانكشن ان انت تجيت القيمة بقى ديت، تجيت الرقم اللي انت المفروض ان هو حصل. سيلف ديت، سيلف دي المفروض ساعتها هتجيب القيمة دي ولا هتجيب القيمة دي؟ المفروض ان احنا قلنا عايزين القيمة اللي هو تعمل اوفر رايت على اللي موجودة هنا اهو. فلو جيت قلت له ساعتها ريتيرن عادي جدا الجريد. لو جيت اشتغلت زي ما احنا بنشتغل
ادي عندي student، والستودنت اللي موجود عندي دوت هندي على الكلاس بتاعه، ومن الكلاس بتاعه هو بيقول لي لو جينا عملنا كده هو بيقول لي ان هو محتاج argument واحد، فهقول له ان هو واخد مثلا 70. حلو، بقى الطالب دوت معايا بالنسبه لي واخد 70. فجيت قلت له تعالى كطالب انت دلوقتي عندك جريد، والله انا عايزه اسيت الجريد بتاعي، فمعناه ان انا هسيت هنا الجريد. هو نفس الفكره، قال لي انا محتاج حاجه، انا محتاج برضو argument، انا محتاج رقم، فقلت له ان هو كده هو واخد 50. جميل. طيب لما اجي اقول ساعتها للستودنت اللي موجود عندي دوت تعالى هات الجريد اللي المفروض ان هو محفوظ عندك، فالمفروض لما يجي هو كان محفوظ عندي دلوقتي يجي يقول لي انا اخر قيمه كنت واخدها كانت هي ال50. اشمعنى؟ مش عشان هي اخر قيمه، عشان انا هنا اهوت عملت له اوفر رايت على الحاجه اللي موجوده، فانا كده بتحكم في ازاي اقدر ان انا اجيب الداتا، مش مجرد بس ان انا اعمل انكابسوليشن ان انا احمي الداتا بس، ده انا كمان اتحكم في الداتا اللي المفروض تكون مخفيه، والداتا اللي انا المفروض اظهرها، والداتا اللي انا المفروض مين اللي يعرف الفانكشن دي مثلا تحديدا اللي تقدر ان هي تعمل الداتا اللي المفروض انها تتعمل.